1500 واحد اترشحوا. السبب ايه؟ الكبت اللي احنا فيه 30 سنه. من حق كل واحد يحلم ان هو يبقى رئيس جمهوريه. المصريين حسوا ان هم يقدروا يعملوا تغيير، فكل واحد يعني في منهم فعلا مقتنع ان هو ممكن يبقى رئيس دوله، يعني في منهم كدابين وفي منهم حاسين فعلا ان هم يقدروا يغيروا مصر بان هم يبقوا رؤساء دوله. عشان شايفين ان البلد فيها ديمقراطيه وكل واحد عايز يرشح نفسه، وعشان في برضه الى حد ما في ناس مش متعلمه، فكل واحد شايف ان هو ينفع يبقى رئيس. هو ده اول حاجه بنعرف بيها احتياجات المواطنين، هو العروض اللي عرضوها كل مرشح، هي دي ادنى احتياجات الشعب المصري. انا واحد من المصريين اللي بنتمي لهذه القوه الهائله اللي كانت في الميدان. القوه دي في رايي هي اللي ادت الجرأه لأكتر من 1400 واحد ان هم يروحوا عشان يسحبوا اوراق الترشيح. على فكره ده مش قرار سهل، قرار الانكشاف قدام الناس بما انا عليه دي مساله قويه جدا ومحتاجه قوه ومحتاجه شجاعه، اعتقد بدون 25 يناير ما كانتش هتبقى موجوده. لو انت شاطره والاولى، طب ليه ايديكي مغلوله وفاضيه وعني مشغوله؟ صبحتي امنا الغوله، فبقت الناس الكسيبه الرقصات واللعيبه، ورجال الاعمال حبيبه، شياطين بسبحه وزبيبه. ادوني حزن من غير كرب، حبه شتيمه شبعت ضرب، لو نص كفته وربع طرب انا اروح فداكي بس في حرب. على الاقل اموت شهيد، زهقت من سوق العبيد، من غير لا خبط ولا تهبيد، ما ترشونا باي مبيد. هي السياسه اعلانات، الكلام زي الرنات، مش عايزين تكسبوا حسنات، ما عندكوش اخوات بنات. سرقتوا مني المحفظه وجيوبي فاضيه منفضه، وزعلانين من الفضفضه، يبقى انتوا خلق من الفضل.